النهارده عندنا عزومة مفاجأة وملحقتش ان انا اشتري اي حاجة خالص. بفتح الفريزر ملقتش عندي غير كيلو لحمة مفرومة بس. هل الكيلو اللحمة المفرومة نقدر اللي احنا نعمل بيه عزومة؟ ويا ترى العزومة ديت هتبقى عاملة ازاي؟ ما تيجي كده نفكر كده مع بعضينا بصوت عالي ونشوف احنا هننفذ ايه. قعدت انعكش في الفريزر وادور لحد ما لقيت اللي انا عندي شوية حاجات تانية تنفع جنب اللحمة المفرومة. يلا بينا كده نشوف هنعمل ايه. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. فتحت الفريزر وقعدت ادور لحد ما طلعت الكيلو اللحمه المفرومه، وطلعت الورق العنب، وطلعت منجايه زي ما انت شايفه. يلا بينا بقى نقفل الفريزر ونروح على المطبخ بتاعنا ونشوف هنعمل ايه. هنعمل احلى عزومه بكيلو لحمه مفرومه بس. هيقضي ويفيد ان شاء الله باذن الله. طلعت كده كام لفه من الورق العنب وسيبت عليهم الحنفيه، وكنت مولعه على ميه في الكتل لاني بحط عليهم ميه سخنه. وجبت هنا المنجايه حطيت عليها شويه ميه وسبتها تفك. وطبعا طلعت اللحمه المفرومه وسبتها على الرخامه شويه. كنت انا حضرت معايا البصل. يا ترى هنعمل اكل ايه النهارده؟ هتشوفي معايا كل حاجه، بلاش اقولك في الاول. طلعت كميه بصل كده كبيره علشان خاطر البصل دوت انا محتاجاه للاكل بتاعنا كله بتاع النهارده. يعني مش كل شويه هبدا ان انا اجيب بصل واقشر واقطع، لا، انا هقشر كله مره واحده وهقطع كله مره واحده بالشكل دوت كده. طبعا كمية البصل كبيرة شوية عشان انا هحتاجها في كذا اكلة، وهتشوفي معايا ليه. ده هو كل الحكاية كيلو لحمة مفروم، ما هو كيلو اللحمة المفرومة دوت اللي هيعملك وصفات كتير دلوقتي. هنا بدلت السكينة بتاعت المفرمة علشان خاطر كنت عايزة اقطع البصل شرايح. عايزة كده اخد منهم حبايتين بصل هحطهم في ارضية الصينية، وهتشوفي معايا دلوقتي انا هعمل ايه. خدت بصلتين وبدأت اللي انا اشيل منها القطعة اللي من تحت، طبعا بعد ما غسلت البصل كويس جدا وقطعته نصين. في الوقت دوت بقى كنت فرمت بصلتين بالشكل ده، هما اتنين بس اللي انا محتاجيهم. وبعد كده هبدل السكينة وهتشوفي معايا دلوقتي. هحط البصل في الصينية وهركنها على جنب عشان نكمل بقية الوصفات بتاعتنا. بدلت السكينة وحطيت السكينة التانية اللي هتفرم البصل ناعم. نزلت بكمية البصل، وطبعا البصل اللي على جنب اللي انا حطاه دوت اللي هو بالقشر، انا هستعمله بالقشر دلوقتي وهتشوفي معايا. حطيت البصل في الكبة وبدأت اللي انا افرمه ناعم جدا. انا عايزاه ناعم جدا عشان هعمل كفتة طعمها تجنن. في الوقت دوت كنت فرمت البصل خلاص. هاخد بس منه معلقتين ارفعهم على النار. وهنا المعلقتين دول انا هعمل بيهم تعصيجة لحمة. انت هتعملي كفتة ولا هتعملي تعصيجة لحمة ولا هتعملي ايه؟ اصبري بس يا ست الكل. هناخد كده حتة لحمة صغيرة مش هتبان من الكفتة اللي احنا هنعملها. وهعصج كده البصلاية مع اللحمة، وهسيبها كده على النار. هحط الملح والفلفل، وكمان هحط شوية صلصة. هنا حطيت الفلفل الرومي وحطيت فلفل اسود، قلبت شويه وبعد كده نزلت بمعلقه صلصه متقلبه كده بحوالي ربع كوبايه من الميه. وطبعا هحط الملح لما تتسبك. تعالي بقى شغلت الفرن وهحط في الفرن البصل اللي احنا كنا حاطينه على الرخامه اللي هو بالقشر. حطيت طماطم وحطيت فلفل حراق وفلفل رومي، وكمان هحط البصل. وخلي بالك من التكايه ديت لان جامده جدا وهتعجبك لو عملتيها. تعالي بقى نروح للكفتة بتاعتنا او اللحمة المفرومة والبصل اللي احنا ضربناه كويس جدا. هتصفيه؟ لا مش هصفيه، انا هسيبه زي ما هو كده. هنزل بكمية البصل بالشكل دوت كده في حاجة تكون مثلا اللي انا اعرف كبيرة شوية اعرف اقلب الخليط كله مع بعض. بعد كده جبت الكبة قبل ما اغسلها وهي لسه فيها البصل. نزلت ب3 قرون من الفلفل الرومي وعليهم قرن فلفل حراق. هشغل الكبة بتاعتي وهفرم الكلام دوت مع بعض. هيتفرم معايا بسرعة جدا. هتحطي طماطم؟ لا مش هحط طماطم، بس هحط بقدونس. هنا خلاص الفلفل كان اتفرم معايا. عايزة تضربيه مرة كمان عشان يكون ناعم قوي براحتك. هنا حطيت بقى اللحمة وحطيت البصل. كمية اللحمة قد كمية البصل، حاجات قليلة جدا، البصل قليل عنها شوية. نزلت بالفلفل اللي احنا فرمناه، ونزلت كمان بحوالي كده ربع حزمة بقدونس، يعني حوالي 4 5 معالق. هحط بقى التوابل اللي انا هستعملها في الكفتة. هحط ملح، وطبعا فلفل اسود، وطبعا ليكي حرية الاختيار في اي نوع توابل تقدري تشيليه او تزوديه على حسب ما انت عايزة. حطيت كده نص معلقة من ال7 بهارات وربع معلقة من الكمون.
حابة تحطي بقى قرفة وجنزبيل براحتك. انا هنا استبعدت موضوع القرفة والجنزبيل خالص، وحطيت ربع معلقة من جوز الطيب وربع معلقة من الورق اللورة المطحون. تعالي بقى نحط التكاية اللي جامدة جدا اللي هتخلي طعم الكفتة في حتة تانية خالص. حطيت معلقتين من الدقيق، عليهم معلقة من النشا، وهحط كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. معلقة صغيرة على النص كيلو لحمة، لكن انا عشان عاملة اكتر فزودت شوية. هقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه بالشكل ده بايديكي بقى كده، وابدأي اللي انت اعجني الخليط كله مع بعضه، وهنحطه في الكبة دلوقتي برضو. هعجنه بقى كويس جدا عشان اتأكد ان التوابل اختلطت بالبصل وكمان اللحم. بعد كده هدخلهم بقى جوه الكبة، وابدأ اللي انا اعجنهم بقى شوية تانية مع بعضيهم. لو انت عندك الكبة صغيرة خديهم على كذا مرحلة، انا كمان هعمل كده دلوقتي على كذا مرحلة. تعالي بقى نشوف هنعمل ايه باللحمه المعصجه اللي احنا عصجناها. كان عندي حله فيها شوربه وفيها كام حته كده من اللحمه، اسيبهم؟ لا طبعا. كان عندي لفه رقاق طري في الفريزر طلعتها. على فكره الرقاق الطري حلو جدا، تقدري اللي انت تجيبيه وتخليه عندك في الفريزر، طعمه احلى بكتير من الرقاق الناشف. حطيت الشوربه لان كانت سخنه، وحطيت فيها حوالي نص معلقه من السمنه. جبت الصينيه اللي انا هحط فيها الرقاق، دهنتها بالسمنه بالشكل ده. الرقاق اللي معايا طلعوا 5 وحديات، هيقضوا؟ ايوه هيقضوا ان شاء الله. نزلت بالرقاق كده في الشوربه وبدات اللي انا اقابله، وما تخافيش لو اتقطع منك. على فكره حجم الرقاقيه ديت صغيره شويه، لكن في بيبقى اكبر من كده. انا مقطعه الاطراف بتاعتها على قد الصينيه، يعني لو انت مش عايزه الحجم دوت فيه الاكبر، وعلى فكره ممكن تصغريها على حسب ما انت عايزه. بليت التانية ونزلت بيها بالشكل ده. طبعا انا مش بحط طبقات سمنه في النص علشان خاطر انا حاطه في الشوربه سمنه. الورقه دي طلعت كبيره شويه، حاولت ان انا اقطعها كده على قد الصينيه. هنا اللحمه خلاص كانت خلصت معايا، وفضلت ان انا اعمل صينيه الرقاق الاول عشان ادخلها الفرن عشان تستوي على نار هاديه وبراحتها. نزلت بكميه اللحمه بسم الله ما شاء الله، طلعت على قد الصينيه بالظبط. على فكره الكميه دي اقل من ربع كيلو لحمه. هنا بقى بدات ان انا ابل بقيه الورق واحطه بالشكل دوت كده. عايزه اقولك لو انت ما جربتيش قبل كده الرقاق الطري دوت، جربيه على ضمانتي، هيعجبك جدا وهيعجب كل اللي في البيت عندك ان شاء الله باذن الله. بليت الكميه كلها ورصيت بقيه الطبقات بالشكل ده. هنبدا اللي احنا نقطعه، وليكي حريه الاختيار على التقطيع سواء كده او اي شكل انت بتحبيه، براحتك خالص. بس يفضل اللي انت تقطعيه قبل ما تدخليه الفرن. خلاص كده هحاول ان انا اجيب بقى الفرشه كده واخد القطع السمنه اللي هي في الشوربه، واحطها فوق الوش بالشكل دوت كده. هدخلها الفرن على الرف الوسطاني، يعني الفرن مش سخن قوي ومش ساقع قوي. حلوه ساقع ديت لا الفرن اصلا سخن علشان خاطر كنت مشغلاه، فالفرن شغال معايا، فقلت استغل الفرصه يعني وهي الحاجه بتتشوي في الفرن ادخلها الفرن بالمره تستوي. مش بشغل عليها الشوايه ولا اي حاجه، هي بتستوي كلها كده على النار اللي من تحت، بس ما بحطهاش على الارضيه في الرف الوسطاني. هنا بقى مسحت الرخامه كويس جدا، وجبت بقى الصينيه اللي كنا حاطين فيها البصل الشرايح اللي احنا قطعناه في البدايه في الاول. جبت كام حبايه من الطماطم، وجبت كام حبايه من الفلفل الرومي، وقرنين فلفل حراق، وبدات اللي انا اقطعهم بالشكل دوت كده مكعبات بس كبيره شويه باينه يعني. والفلفل الحراق قطعته نصين بس، لو انت حابه تقطعيه شرايح مفيش اي مشاكل. حطيت ملح وفلفل اسود على البصل، وهقلبهم مع بعض كويس جدا. وانا بقلبهم احاول ان انا ادعكهم قوي علشان خاطر انزل الميه اللي فيهم عشان بقيه الخضار يتطعم بيها. بعد ما قلبت البصل كويس جدا والميه نزلت منه، بدات ان انا اجيب الخضار واقلب بس بالراحه وعلى مهلي، ومش بعجن زي الاول او مش بعصر قوي، لا انا يدوب بس بتبله كده مع بعضيهم وعلى مهلي. كنت بتعملي هترصي الكلام دوت في الصينيه بالشكل دوت كده. تبداي تجيبي اللحمه اللي احنا كنا عاملينها من شويه، اللي سيبناها تريح شويه يعني. جبت المعلقه وبدات اللي انا اخد كوره كده من اللحمه واحطها على المعلقه. ده كده التماسك اللي احنا محتاجينه. التماسك دوت هيجي من ايه؟ من العجن كتير في اللحمه والبصل، وزي ما قلتلك كده تحطيها في الكبه هتديكي النتيجه المطلوبه بالظبط.
هعمل صباع الكفتة بالشكل اللي انت شايفاه دوت كده. انت ليكي حرية الاختيار، عايزاه كبير عايزاه صغير على حسب ما انت عايزة. طبعا لو عملتيه صغير شوية هيرمي معاكي كمية كبيرة جدا وهيقضي عدد افراد اكتر واكتر. هنا بقى كان عندي شوية صلصة، فقلت بقى ايه، طب ما نعمل شوية محشي ورق عنب. رحت بقى مسبكة الصلصة على النار مع بصلاية، وكمان حطيت عليها بقى خضرة وحطيت الرز والتوابل بتاعة المحشي. وطبعا يلا بينا نعمل الورق العنب. لو كان عندي بتنجان او كوسة كنت عملت، لكن الورق العنب قضى والحمد لله. دخلت صينية ال الكفتة الفرن وسايباها تعيش حياتها على نار هادية، مهدية النار علشان خاطر تنزل المية كلها وتبدأ اللي هي تشربها وما تتحرقش. وطبعا ما بحطهاش على الأرضية، أنا بحطها على الرف اللي في النص. هعمل بقى المحشي كله بالشكل دوت كده. بسم الله ما شاء الله. لما بتفرزي الحاجة عندك في الفريزر بتنفعك في وقت أزمة، بتنفعك في وقت الزنقات، بتبقي محتارة ومش عارفة، فالموضوع في الوقت دوت بيكون حلو جدا. طبعا سقيت بقى المحشي بشوية الشوربة اللي كانوا عندي، وحطيت اللحمة اللي كانت في الشوربة فوق الوش. وبعد كده بقى جيت هنا علشان خاطر نعمل شوية رز أصفر طعمه حكاية، هيعجبك إن شاء الله بإذن الله. حطيت شوية من الزيت وحطيت فيها عود من القرفة، ورقتين من ورق اللورة، وحديتين من الحبهان، معلقة متوسطة كده من الكركم. كنت غسلت الرز ونزلت بكمية الرز. كمية الرز اللي انا عاملاها كمية صغيرة، لكن بسم الله ما شاء الله هيرمي معاكي كمية كبيرة. بعد كده حطيت بقى بعد ما الرز اتشوح معايا شوية، نزلت بالملح والفلفل الاسود. طبعا الفلفل الاسود اختياري لكن مش هيبان، بس هيدي طعم حلو. شوحته شوية وبعد كده هنزل بالمية واسيبه كده يعيش حياته على نار هادية، هو والورق العنب والكفتة كمان في الفرن. يلا خدي فكرة بقى ونفذيها بكرة، حتى لو مش عندك عزومة تقدري تعملي الأكلة ديت بأقل الإمكانيات، بنص كيلو لحمة، وبرضو تشيلي من اللحمة المفرومة حتة كده تعملي بيها صينية رقاق، وهتأكلي البيت كله أكل مختلف وطعمه حلو، بعيد بقى عن الطبيخ والرز والشعرية والكلام اللي احنا متعودين عليه. غيري لهم ونوعي لهم، الموضوع هيكون بالنسبة لك جميل وهيعجبهم. في الوقت دوت ضيوفي بقى كانوا جم، فقلت اعمل عصير مانجا بما ان الاكل لسه مخلص، فنعمل عصير المانجا بسرعة. والمانجاية كانت فكت بسم الله ما شاء الله، طلعت معايا 5 كوبايات، والسمك بتاع المانجا تقيل، وكمان الكوباية بتبقى كبيرة. يعني لو عايزة ان انا اطلع كمية اكبر من المانجاية ديت، اكيد طبعا ممكن اخففها شوية واصب في كوبايات صغيرة شوية. خلاص كده بسم الله ما شاء الله طلعت طعمها حلو، والمانجا حلوة جدا لما تفرزيها. مش المانجا بس، اي حاجة تانية انتي بتفرزيها بتنفع. هنا في الوقت دوت صينية الرقاق كانت خرجت من الفرن بسم الله ما شاء الله، شكلها حلو جدا وطعمها احلى. غطيتها كده علشان خاطر ما تنشفش معايا. والرز على النار، وكمان الورق العنب عايش حياته. تعالي نعمل بقى سلطة المشويات او صوص المشويات اللي بيتقدم في احسن المطاعم، وكمان بيكون طعمه حلو جدا. هنعمله ازاي؟ هنعمله بالحاجات اللي احنا شويناها في الفرن، الفلفل والطماطم وكمان البصل. ولو مش عايزة فلفل حراق تقدري تستبعديه. حطيت ملح وحطيت كمون، مرضتش احط فلفل اسود لان الموضوع هيبقى صعب قوي. حطيت شوية زيت صغيرين، تقدري تحطي خل بس انا فضلت اللي هي تبقى من غير خل، طعمها احلى. طبعا هتبدأي اللي انت تقلبي كله مع بعضه كده في الكبة، ولو عندك خلاط مش هيقولك لا. خلاص بالشكل والجمال والحلاوة والريحة والطعامة طلع معانا صوص المشويات بالشكل ده. طعمه حلو جدا، بالذات اللي هو طعمه كده مشطشط وحراق. لو انتي مش بتحبي حاجة مشطشطة تقدري تستبعدي خالص موضوع الفلفل الحراق. طلعوا طبقين. وعملت في الوقت دوت سلطة طحينة، طعمها برضو حلو. والطحينة ديت اللي احنا كنا عاملينها مع بعض، الطحينة الخام اللي احنا عملناها مع بعض في البيت. لو عايزاها قوليلي وانا ابقى انزلك الطريقة ان شاء الله باذن الله. صينية الرقاق تفتح النفس، طعمها حلو وشكلها احلى. والكفتة كمان كانت خرجت معايا من الفرن، وفي الوقت دوت كان فاضل خلاص حاجات بسيطة على الرز والورق العنب. كفتة جميلة متماسكة، تقدري تقللي الصباع شوية لو انت حابة، على حسب ما انت عايزة. بسم الله ما شاء الله كمية طلعت حلوة، والبصل والطماطم والفلفل الحراق اللي بيبقى من تحتيها بيشرب من طعمها وبيكون طعمه حلو قوي.
فحمايه بقى، والموضوع هيبقى جنان حاجه كده، بسم الله ما شاء الله. ولعي فحمايه وحطيها في وسط الصينيه، وسيبي بقى الكفته تاخد من طعم الفحم. في الوقت دوت كنت جايبه بطاطا، وفضلت اللي انا اعملها في الفرن، ويا ريتني ما عملتها في الفرن. زي ما انتوا عارفين اللي الولاد عندي بيحبوها في الحله، فكانوا معترضين شويه على موضوع الفرن، لكن اتاكلت الحمد لله، يعني مفيش حاجه بتقعد. ألف هنا وشفا. لكن نصيحة مني، عودي نفسك تعمليها في الحلة، والله الطعم أحلى بكتير. في الوقت دوت بقى الورق العنب كان خلاص خلص معايا واستوى، ودي اللحمة اللي أنا كنت حطاها من فوق الوش. هما مش كتير، بس كام حتة كده يعني. قلت بدل ما أشيلهم في التلاجة أسويهم مع الورق العنب. طبعا ورق العنب بعصر عليه ليمونة، وهو بيتشرب بيدي طعم حلو جدا. والكمية طلعت بسم الله ما شاء الله كبيرة زي ما انت شايفة كده. الكمية ديت طلعوا بلفتين بس، اللفة التالتة ما استعملتهاش عشان كان الرز خلص. في الوقت دوت بقى الرز كمان كان استوى معايا مفلفل كده وجميل وزي العسل وطعمه حلو قوي. القرفة والورق اللورة بتبقى فوق الوش، يعني ما تخافيش مش هتضايقك وانت بتاكلي ولا اي حاجة، بس ما تحطيش اي حاجة تانية، يعني ما تحطيش زعتر، ما تحطيش مثلا روزماري. الحاجات دي لما تيجي تشيليها مش هتعرفي تشيليها في وسط الرز. كده خلاص عملت حواوشي طبعا للي مش بيحب الكفتة، والموضوع كده بقى جميل قوي وسهل وبسيط، والاكلة كانت حلوة، والعزومة كمان كانت احلى. خلاص كده خلصنا. حبيت ان انا اوريكي كده وتاخدي فكرة. والله مش شرط يبقى عندك عزومة عشان خاطر تدلعي الولاد، او تدلعي نفسك، او تدلعي عامة اللي قاعدين معاكي في البيت. باكلة سهلة وبسيطة واقل الامكانيات تقدري اللي انت تبسطي اللي حواليكي بحاجة بسيطة جدا. يلا خدي فكرة ونفذيها، والله مش مكلفة خالص ومش متعبة كمان. موضوع سهل وبسيط، واعملي للولاد او اعملي ليكي واللي قاعدين معاكي في البيت الحاجة اللي هم بيحبوها. ما تعمليش كده الحاجة وخلاص وهو دوت اللي موجود، لا، اعملي الحاجة اللي بيحبوها. ده كان بقى العزومة بتاعتنا، ربنا يديمها علينا نعمة، اللهم امين يا رب العالمين. بحبكم في الله، وصلي على الرسول في الكومنتات لو انتي وصلتي معايا لحد هنا، وقوليلي ايه رأيك فيها. والسلام عليكم.